السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين المنورين. سنة ستة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. وحشتوني كتير. معاكم طبعا كنوز الرياضيات وميس سحر صبري. النهارده ان شاء الله هنشرح اول درسين، الدرس الاول والتاني، نمذجة اسم كسر اعتيادي على صحيح والعكس، واسم كسر اعتيادي على كسر اعتيادي بكل سهولة. ان شاء الله هقول لك النهارده طريقتين، تابعني لاخر الفيديو. هقول لك طريقتين، اختار منهم الطريقه السهله اللي تحلي بيها ان شاء الله، وان شاء الله تبقى سنه سعيده عليكم والمنهج يكون بسيط وسهل مع كنوز الرياضيات. يا ريت لو عجبكم الشرح والفيديو ما ننساش الاشتراك الجميل وعمل اللايك ومشاركه الفيديو عشان يوصل لكل حبايبي الحلوين. ومش هطول عليكم ويلا بينا. اول حاجه طبعا الاول درسين بيتكلموا عن قسمه الكسور، وطبعا احنا واخدينها اصلا في سنه خمسة، فانت ما تقلقش خالص، هنبسط الدنيا وان شاء الله هتكون سهله جدا. اول حاجه هنشرحها مع بعض قسمه كسر اعتيادي على عدد صحيح. ازاي اقسم كسر اعتيادي على عدد صحيح؟ هقولها لك زي ما أنا قلت لك بطريقتين، وان شاء الله هتكون سهله جدا. اول حاجه عشان اقسم كسر على عدد صحيح، انت عندك يا باشمهندس طريقتين. اول طريقه واللي هي بنقول عليها الطريقه المدرسيه. ليه الطريقه المدرسيه؟ يعني اللي انت اكيد اخدتها في المدرسه، اللي هي موجوده في المدرسه، اللي هي المدرس شرحها لك في المدرسه. الطريقه المدرسيه بتقول ايه؟ بتقول طبعا قبل لما انت تعمل اي حاجه، لما بقسم كسر على عدد صحيح، طبعا اي عدد صحيح واقف على واحد. اي عدد صحيح بيكون مقامه بواحد. فالطريقه بتقول ايه؟ بتقول نزل، غير، شقلب. نزل اول كسر، غير العلامه خليها فيه، شقلب خلي البسط مقام والمقام بسط. وبعد كده يا باشمهندس اضرب البسط في البسط، واحد في واحد بواحد، والمقام في المقام تلاتة بتلاتة بتسعة. دي الطريقه الاولانيه اسمها الطريقه المدرسيه. طيب الطريقه التانيه اللي انا هقولها لك اسمها طريقه الحساب العقلي. طيب طريقة الحساب العقلي دي بحل ازاي؟ ادي المسألة، نكتب المسألة تلت على 3. زي ما انا قلت لك، اول حاجة تعملها ان العدد الصحيح ده بيبقى واقف على واحد. بعد كده يا باشمهندس بنشد شرطة كسر وبنعمل الاتي، بتعمل عملية مقص، تضرب من الشمال مقص، واحد في واحد بواحد، 3 في 3 بتسعة. شفتوا؟ في منتهى السهولة. يبقى أنا عندي الطريقة المدرسية وعندي الحساب العقلي. الطريقة اللي انت فهمتها حل بيها. طب احنا ليه بناخد الطريقة المدرسية دي؟ هتعرف دلوقتي يا باشمهندس. احنا بناخد الطريقة المدرسية دي لان عندك حاجة اسمها مقلوب الكسر او مقلوب العدد. وطبعا احنا بندرس الطريقة دي عشان نعرف المقلوب اللي هو اصلا اسمه المعكوس الضربي. تمام؟ فهنفهم دلوقتي يعني ايه مقلوب، يعني ايه معكوس ضربي، فعشان كده بناخد الطريقة دي. طيب نشوف مثال تاني مع بعض عشان حبايبي الحلوين. عندك طريقتين، الطريقة المدرسية وطريقة الحساب العقلي. الطريقة المدرسية بتقول ايه؟ اول حاجة اي عدد صحيح واقف على واحد. بعد كده يا باشمهندس اسمها نزل، غير، شقلب. نزل، غير، شقلب. بعد كده اضرب البسط في البسط والمقام في المقام، واحد في 4 ب4، 2 في 7 ب14. شفتوا الموضوع سهل جدا. تمام؟ المفروض طبعا بعد كده بنبسط الكسر، بنبسطه. يعني ايه بنبسطه؟ بتشوف الاربعة والاربعتاشر ده اخرهم ولا موجودين في جدول؟ طبعا الاربعة والاربعتاشر موجودين في جدول 2. فأربعة على الاتنين فيها الاتنين، 14 على الاتنين فيها السبعة. طيب نشوف الطريقة التانية هي مش صح. الطريقة التانية أنا عندي المسألة بتقول 4 على 7 على الاتنين. مس سحر قالت الطريقة التانية وقف العدد الصحيح على واحد، شدي شرطة كسر، اعمل عملية مقص. 4 في 1 ب4، وخلي بالك المقص من الشمال. 2 في 7 ب14. برضو هنختصر زي ما احنا قلنا، هنقسم على الاتنين، 4 على الاتنين فيها الاتنين، 14 على الاتنين فيها السبعة. شفت؟ سهلة جدا جدا جدا. حل انت دي بقى، حل انت يا باش مهندس. جرب طبعا، هتلاقي الموضوع
سهل جدا. تمام، في اي مشكله؟ لا طبعا، الدنيا زي الفل. طيب لو جه قال لي بقى استخدم النموذج، هستخدم النماذج علشان اقسم تلت على 2. طب النماذج دي يا مستحر بتتعمل ازاي؟ والله هقولها لك في منتهى السهوله ولا تاني. اول حاجه يا باشمهندس، التلت هترسم نموذج تلت، هنقسمه 3، ماشي، ونلون طبعا اول واحده، ده كده التلت. حلو حلو. طيب على الاتنين، اتنين يعني ارسم نموذجين، كل نموذج برضو هنقسمه 3 زي المقام. تمام، كل نموذج هقسمه 3 زي المقام، وده طبعا 2 يعني عدد صحيح، يعني كله متلون. حلو كده، حلو. طيب الإجابة بقى هتساوي ايه؟ الإجابة بتساوي شد شرطة كسر، قول الملون فوق اللي هو 1 على كل اللي تحت، كل المربعات اللي تحت، كل اللي متلون تحت. أنا عندي 1 2 3 4 5 6، يبقى 1 على 6. شفت النماذج سهلة ازاي؟ طب تعالوا نعملها بالطريقة العادية نشوف صح ولا غلط. أي عدد صحيح واقف على 1، وقلنا هنعمل عملية مقص، 1 في 1 ب1، 1 2 في 3 ب6. شفتوا؟ ادي النموذج سهل جدا. يبقى أنا دلوقتي شرحت لك اسم كسر اعتيادي على عدد صحيح بطريقتين، اختار الطريقة اللي تعجبك، وفهمتك طريقة النموذج بكل سهولة. واحد يقول لي طب طريقه النماذج دي مش موجوده في الكتب الخارجيه، اقول لك بس دي اسهل طريقه هتوصل لك للاجابه على طول. ما تعقدش نفسك، انت ارسم النموذج، قسمه زي الاولاني ده 3، تلت ربع على حسب، هنلون اللي فوق اللي هو البسط، هعمل اللي بعد العلى 2، وابدا ان انا الونه كله واعمل في منتهى السهوله. شفنا اول واحده، طيب تعالوا نشوف التانية. اسمة عدد صحيح على كسر. طب بذمتك يا باشمهندس يا دكتور هتفرق؟ لا طبعا مش هتفرق حاجه خالص. عدد صحيح على كسر او كسر العدد صحيح ما فيهوش اي مشكله. نفس الحكايه العدد. تعالى بقى نحل بقى برضو بالطريقه، عندك طريقتين. اول حاجه اوقف العدد الصحيح على كسر، واسمها نزل غير شقلب. نزل غير شقلب، واضرب البسط في البسط والمقام في المقام. طبعا 12 على 3 فيها الكام؟ الاربعه. طيب الطريقه الثانيه يا مساحه، هي يا باشمهندس، قولي يساوي، شد شرطه كسر، اعمل المقص، 3 في 4 ب 12، 1 في 3 ب3، 12 على 3 فيها الاربعه. شفت؟ في منتهى السهوله. طيب المساله الثانيه، تعالوا بقى نحل بطريقه واحده، هنوقف دي على 1 ونعمل عمليه المقص، 2 في 5 ب10، 2 في 1 ب2، 10 على 2 فيها الخمسة. سهلة جدا. الاتنين دي واقفة على 1، هنعمل عملية مقص، 2 في 4 ب8، 3 في 1 ب3. ثواني بقى، ينفع الصغير يشيل الكبير؟ ينفع اخوك الصغير يشيلك؟ لا طبعا. فدي لازم تتحول. بتتحول ازاي؟ بنشد شرطة كسر ونسيب كده مكان صغنن عشان هنكتب فيه العدد الصحيح. خبط على 3 يا 3، انت جواكي 8؟ لا. نقص 1 7، لا. نقص 1 6، اعمل عليها شرطة صغننة، اكتب 6. 6 على 3 لما اقسم ده العدد الصحيح يتكتب جنب شرطة الكسر، نقصت 2 والمقام ينزل زي ما هو. في منتهى السهولة. وهتلاقيني انا عاملة فيديو عن انواع الكسور لسنة رابعة، اسمعوا هتعرف تحول بكل سهولة. طيب ايه اللي بعده؟ حل انت بقى يا باشمهندس. تمام، خليها لك انت بقى يا باشمهندس، حل انت، يلا. طيب باستخدام النماذج بقى، ازاي استخدم النماذج؟ احنا فهمنا التانية ازاي بنعملها. طيب دي بتتعمل ازاي بالنماذج؟ برضو ده 3، هنعمل 3 نماذج. تمام، مفيش اي صعوبة. هنقسمها حسب المقام اللي عندك في الكسر. انا عندي المقام كام؟ 4، قسمها 4. تمام تمام تمام. هنلون كام يا باشمهندس؟ 3، كل 3 هنلونهم مع بعض، نلون البسط. يبقى انا بعمل 3 نماذج، هقسمها حسب المقام اللي عندي، حسب المقام 4 4 4. هلون 3
كل 3 مع بعض 1 2 3. ماشي. طب تعالوا نلونها بلون تاني عشان تبقى واضحة معانا. وادي 1 2 3. ماشي. كمان لون كمان 1 2 3. طيب كمان لون كمان 1 2 3. تمام. هناخد بقى كل مجموعة مع بعض. كل مجموعة مع ايه؟ مع بعض. ازاي؟ بص كده، دول كده مجموعة، ادي 1. والمجموعة يعني هناخد كل 3 مع بعض، وادي المجموعة التانية، وادي المجموعة التالتة، وادي المجموعة الرابعة. انا عندي كام؟ 4. يبقى الإجابة 4. تمام. عندي 4. طب تعالوا كده نشوف، نعمل كده زي ما احنا قلنا. فعلا 3 على 3/4 دي احنا كنا حليناها فوق. 3 على 3/4 الإجابة كام؟ 4. في منتهى السهولة. طب تعالوا نقول كمان واحدة. دي 2 هنقسمها 2 في منتهى السهولة. عملنا نموذجين نقسمهم 4 زي المقام. تمام. هنلون 3 برضو مع بعض، كل 3 مع بعض 1 2 3. نعملها بلون تاني 1 2 3. طيب تعالوا بقى، ده هيبقى لوحده. تعالوا بقى ناخد كل 3 مع بعض. ادي 1، دي المجموعة دي مع بعضه. ثواني معلش. ادي 1 2 3. وادي اللون التاني 1 2 3. ودول هيتبقوا. تمام. دول كده هيتبقوا مش عندي. تمام. ناخد كل 3 مع بعض متلونين. ادي 3 مجموعة، وادي 3 مجموعة. اتبقى كام؟ 2. طب دي يا مستحر هنعملها ازاي؟ اقول لك لا طبعا، اوعى تقلق خالص خالص خالص. طيب هنعملها ازاي يا مستحر؟ انت خدتي هنا كل 3 مع بعض، كم مجموعة عندك؟ ادي 3 وادي 3، يبقى دول 2. يبقى دول كام؟ 2. حلو قوي. وشلت شرطة الكسر يا باشمهندس. انت باقي عندك كام ما خدتهمش؟ 2. دول البسط. طب المقام، المجموعة كام واحدة؟ المجموعة اللي انا خدتها كام واحدة؟ 3 بس، يبقى 2 وتلتين. يبقى انت بتقسم. طبعا دي كانت سهلة على طول، كل 3 مع بعض، يبقى الإجابة 4. هنا انا خدت كل 3 مع بعض بس اتبقى 2. اقول لك وايه اللي يخوفك؟ تقلق من ايه؟ اتبقى 2، دول هنعملهم كسر بقى يا باشمهندس. يبقى انا عندي مجموعتين، كل مجموعه ب3. اتبقى عندي 2 على المجموعه كام مربع؟ المجموعه اللي انت عملتها كام مربع؟ 3، اللي هي من الاخر البسط اللي في المساله. شفت الموضوع سهل ازاي؟ سهل جدا طبعا مع كنوز الرياضيات. نشوف تالت حاجه. اسم الكسر اعتيادي على كسر اعتيادي. برضه يا باشمهندس تفرق معانا؟ لا طبعا، ما احنا لسه قايلين في طريقتين للحل. في طريقه نزل غير شقلب واضرب البسط في البسط والمقام في المقام. 1 2 في 3 ب6، 1 في 4 ب4. ونختصر الكسر. يعني ايه نختصره يا مس سحر؟ يعني لو موجود في جدول، لو موجود في جدول تقسم عليه. ومعلش عفوا، المسألة دي كانت 4 على 3. معلش عفوا. نزل 4 على 3، غير في شقلب. طبعا 4 في 2 ب8. 8 على 4 فيها الاتنين. طيب تعال نشوف الطريقة اللي مس سحر قالتها أسهل. بنشد شرطة كسر من عملية مقص. 2 في 4 ب8. 1 وهنا معلش عفوا 1 في 3 ب3. معلش عفوا 2 في 4 ب8. 1 في 3 ب3. طبعا نختصره، ما ينفعش اخوك الصغير يشيلك. هنقسم دي بقت 6. 6 على 3 فيها الاتنين، نقصنا 2 على ال3. طيب اضرب. هنعمل عملية مقص. 2 في 4 ب8. 1 في 3 ب3. ما ينفعش اخوك الصغير يشيلك. هنوصل دي ل6. 6 على 3 فيها الاتنين، نقصت 2 على ال3. هي. طيب تعالوا نشوف مثال كمان مع بعض. يلا حل انت بقى يا باشمهندس في كشكولك وقول لي الاجابه على طول. نزل غير شقلب اضرب البسط في البسط. 2 في 6 ب12. 1 في 3 ب3.
12 على 3 فيها الكام؟ ال4. طيب تعالوا نعملها بطريقة المقص. شد شرطة كسر واعمل المقص. 2 في 6 ب12، 1 في 3 ب3، 12 على 3 فيها ال4. فيها أي مشاكل؟ لا. طيب نشوف المسألة رقم 3. ايه ده يا مس سحر؟ مسألة رقم 3 عدد كسري. ده عدد وكسر. اقول لك ايه يعني يا باشمهندس؟ اي عدد كسري شقلبه، اضرب ايده في رجله زائد راسه. اي عدد كسري غيره حوله لكسر غير حقيقي، اللي هو اضرب ايده في رجله زائد راسه. نزل الاتنين واضرب. 1 في 2 ب2، 2 و1 3. ونزل نفس الكلام هنا، انزل المقام. 3 في 4 ب12، 12 و3 15. فالموضوع في منتهى السهولة. بعد كده اعملها بأي طريقة تعجبك. نزل غير شقلب أو نعمل عملية المقص. 3 في 4 ب12، 15 في 2 طبعا ب30. الاتنين موجودين في جدول 2 وفي جدول 6 برضو، يبقى نقسم على الجدول الكبير. ال12 في جدول 2 و6 وال30 في جدول 2 و6. اقسم على ال6. 12 على ال6 فيها ال2، 30 على ال6 فيها ال5. فالموضوع في منتهى السهولة. طيب حل انت دي بقى يا باشمهندس. تعالوا بقى نشوف ايه حكاية المقلوب او ليه خدنا الطريقة المدرسية. انا جيت قلت لك اكمل مقلوب الكسر 3 أخماس. كلمة مقلوب يعني المعكوس الضربي. يعني ايه المعكوس الضربي؟ يعني شقلب الكسر. او لما اقول لك مقلوب الكسر شقلبه، خلي المقام بسط والبسط مقام. صعبة؟ طيب ايه اللي بعده؟ مقلوب العدد 9. اي عدد صحيح واقف على 1 شقلبه يبقى 1 على 9. طيب بيقول لي اذا كان 5 اسداس في اتش بيساوي 1 صحيح فإن الاتش. بص يا باشمهندس، اي كسر في مقلوبه بيساوي عدد 1 صحيح. اي كسر في مقلوبه بيساوي 1 صحيح. فالكسر 5 اسداس عشان يساوي 1 صحيح شقلبه يبقى 5، يبقى 6 على 5. فهمنا يعني ايه كلمة مقلوب؟ يبقى المقلوب يعني شقلب العدد، خلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق، واي كسر في مقلوبه بيساوي 1 صحيح. ادي اول درسين. طبعا فاضل المسائل الكلامية ان شاء الله باذن الله هشرحها لك المرة الجاية في بداية الفيديو. هنحل تمارين على الدرس الاول والتاني. اتمنى يا رب ان انا اكون وصلت لكم المعلومة وان انا قلت لكم طريقتين سهلين جدا. بسطت لك الدرس الطريقه اللي تعجبك حل بيها. اشوفكم في فيديو جديد مع كنوز الرياضيات. اكيد هتحب الرياضيات. باي باي ومع السلامه.